قلت لي ندير، قلت لي فوطيتو، قلت لها ما فوطيتش. قلت لي تسحقها وقتها الفوطو تندم، قلت لي يجي هذا الوقت تندم. اما 2019 فوطيت على رب تبون دخلني الحبس. ولكن مع الاسف مع الاسف مع الاسف سا كونتيني سا كونتيني. قول لي حاب نقسم البلاد الجاره اوكي، انا النفاق هذا سامحني، انا نحترم واحد ماشي منافق، واحد يطلع عندي يقول لي نكرههم نقول له اوكي، بصح باش تقول لي خاوه النفاق هذا حكموا عندكم. الجزائر الحمد لله ما عندناش مشاكل يا اخو، كلش كاين في الجزائر، عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا الذهب، عندنا الفوسفات، اكبر دوله في افريقيا، ما عندنا الفقر، ما عندنا والو في الجزائر، عندنا الفساد ما كاش، عندك الفقر ما يا اخو، كاين الجنه وبال الجزائر، حق ربي مروكو ما المشكل. الله أنا بتعجب المغرب تحمل هذا الوضع وهذا الأمر 50 سنة ازاي؟ يعني مش ممكن المملكة المغربية تتحمل دجيرة منيلة ب60 نيلة. فوجئت بفيديو بيتكلم عن ان هم اللي بنوا مدينة القاهرة وهم اللي بنوا الجامع الازهر. حاجة مش ممكن، يعني ممكن لا مش ممكن. وانا خدمت في الانتخابات وكنت مضطرة باش نزور، لخاطرش لو كان ما نزورش في الانتخابات كانوا يقيلوني من العمل، عيطولي بالسيف نخدم في الانتخاب. والله العظيم اقسم لك بالله العلي العظيم. ناري الخوت، فضحاتهم. الكعبة في الجزائر ما في السعودية. يمكن هذه الأيام وهذه الأسابيع بالذات سمعتهم في ناس أو منظمة جديدة جاية أن تقول الكعبة ما هي في مكة ولا في السعودية، أنها في مدينة مكة اللي في الجزائر. وقلت لكم بأنها بقيت لكم 13 سنة. 13 سنة يعني أبواب التوبة تغلق. المدينة المنورة في الجزائر، مدينة رسول الله المنورة، سميت كذلك لكثرة نوارها وزهورها، وهي المشهورة بمدينة الورود، البليدة التي غيرها الاستعمار من المدينة المنورة إلى البليدة. إنها مدينة رسول الله النظيفة. السلام عليكم. في إطار فتح الحج في مكة والمدينة والجزائر، هذه التحضيرات راهي جارية في منطقة مكة أو بكة، قريب من الكعبة المشرفة، لاستقبال الحجيج في أحسن ظروف. يعني كاين ناس تخدم في الدولة تخدم بصمت وتحضر الجنة الحقيقية اللي كانت عليها. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. الجزائر قالت لكم بلي الحج الحقيقي راه كاين في الجزائر، مكة الحقيقية كاينة في الجزائر، اما اللي كتعرفوها السعودية فهي مزورة. غتشوفوا المدينة المنورة الحقيقية وحتى قبر رسول الله الحقيقي. الخوت كلشي غتشوفوه في هذا الفيديو، وغنشوفوا الاستعدادات ديال الجزائر لاستقبال الحجاج في مكة الجزائر. حجيتي في مكة السعودية حجك باطل، بغيتي تحج حجة حقيقية وتقبل منك اجي تحج في الجزائر. خوت قبل ما نبداو مع اول فيديو نزلوا لتحت فرقعوا لنا هذيك لايك، بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء اللي تيشوف القناه اول مره، شاركوا في جرس التنبيهات وما نطولش عليكم. يلا نبداو مع اول فيديو. شبيبه السلام عليكم، ما نطولش عليكم بزاف. دخلت للدار الشيبانيه سقساتني، قلت لي ندير، قلت لي فوطيتو، قلت لها ما فوطيتش. قلت لي تسحقها وقتها الفوطو تندم، قلت لي يجي هذا الوقت تندم. اما 2019 فوطيت على رب تبون دخلني الحبس. صوت على تبون دخلوا للحبس، قال لي مالي عليه نمشي نعاود نصوت عليه مره اخرى عاوتاني صيفطني 2020 فوتها في الحبس. انا ماشي نفوطي له واحد عطايب يجي دخلني الحبس. انا نو نقول كيما هكا خيرس، شعبي مواطن حر وموهوب، ما نفوطي ما نشك من دله، ولا كي قال شبيبه نيشان. غير سيتي ان غروند ايرور وسيتي ان غروند بيتيز انك تتناقش مع جزائري. رانا ما فهمش عينا ما ندويو على الرب العالي علاش كيتناقشوا مع الجزائري. بغيت غير نعرف شكون هو هذا الجزائري اللي انت كتناقش معاه، علاش كتكبر البعره وكتناقش معاه، علاش كتعصبونا، علاش اصاحبي، علاش كنطلبوا فيكم يوميا ايفيتي ليه اصاحبي، ما عندكمش الكرام ديال لافيارتي، والله ما عند باباكمش غرام ديال لافيارتي بالله، ونقولها لكم في وجهكم وحق الله العظيم ما عندكمش غرام ديال الرجوله اللي كتناقشوا معاهم، كتدخلوا كتهضروا معاهم.
انا كنقولها لكم ونتحمل المسؤوليه ديالي بالله. اللي نعرفو راجل اللي يحط الكونسيبت ديالو كما كيديروا الدكاتره وكما كيديروا يحط ويتنص عليهم دو لوان وما يطلعوش. نيش انا الخوت انا متفق معاه 100%. ولكن مع الاسف سا كونتيني لو كان هاد الشيء دابا فالابل كل المغرب الدبلوماسيه راه تفاوض معاهم وتناقش معاهم. ايزون ديسوندي لي ريدو لي ماروكان اون ديسوندي لي ريدو ما بقاوش الاعلام الرسمي ما كيعبرهمش ما كيجيو. علاش كتفاوض معاهم؟ علاش كتطلعوا عندك القناه ديالك او كتمشي عنده؟ نيشان الخوت هادشي اللي كون كان فيهم شي امال كره الدوله ديالنا الدبلوماسيه ديالنا تفاوض معاهم، ولكن ما فيهم امل هاد الناس هادو ما غيرجعوش داكشي اللي عندهم في الراس عندهم في الراس صافي. علاش تضيع الحجره ديالك وتضيع جهدك وتضيع وقتك باش تحاور معها؟ انا قاعد نقول لك دوك انت في 2024 دوك انت ماكش خاوه مع المغاربه، ما تقوليش خاوه. شوف انا خاوه من اليوم وغدوه وغير غدوه، فهمني اخي الكريم، من اليوم وغدوه داخله مدينه الداخله تبع لمن؟ مدينه الداخله تبع لمن؟ صدقني مدينه الداخله. انا جاوبتك، انا مشيت معك راجل. جاوبني انت. جاوبني. انا نجاوبك. قلت لك مغربي في الداخله هل هو اخوك؟ تري بيان، ما كان حتى اشكاليه اخي. انا راح نجاوبك. انا المنطلق تاعي اللي نجاوبك الجواب تاعي به هو منطلق تاع منظمه الامم المتحده. دونك ماشي خاوه، ما تزيدش تقول لي خاوه. كيفاه مش خاوه؟ قول لي اسمع. منافقين خاوه وكي باغي يقسم لك بلادك، والله ما كيحشموا. قول لي حاب نقسم البلاد الجاره اوكي. انا النفاق هذا سامحني، انا نحترم واحد ماشي منافق. واحد يطلع عندي يقول لي نكرههم نقول له اوكي. بصح باش تقول لي خاوه النفاق هذا حكموا عندكم. لا اخي كريم، لا سامحني، اسكو انت ولا انا كيفاش خاوه انت حاب تنحي له الله تاعو؟ معليش صح اخي كان مش مشكل. خليني من انا انسان مواطن بسيط ما نفهمش سياسه، نفهم خير من جنوب افريقيا، نفهم خير من كينيا، نفهم خير من فنزويلا. واش رايك في الوقت محمد الخامس كان يقول لك انا نفهم هذوك الدول الديكتاتوريه اللي بحالهم بحال النظام العسكري الجزائري المجرم خير من فرنسا؟ علاش نروح ندعم هادو باش يستقلوا سامحني في منبر الامم المتحده؟ اخي الكريم علاش محمد الخامس ما مشاش بنفس المنطق يقول لك فرنسا هذه شيكوره والقانون الدولي وقتها معاها باللي هذه الاراضي فرنسيه؟ علاش انا نروح ندعم هادو وانا يتحروا؟ فرنسا هي اللي فلبس، هو ما قالش هو دعمك ولا ما دخلش العسكر تاعو ولا الامم المتحده. ما تهمنيش الامم المتحده. انا معليش انا سقسيك برك، وعلاه فنزويلا وجنوب افريقيا وكينيا يطالبوا في نفس الطلب تاع الجزائر في اتجاه فنزويلا خاوتك؟ نقول لك انا نحكي كوتي سياسه اخي الكريم. فنزويلا وانا نهز لك، انا نقول لك علاش الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا واسبانيا يعترفوا بسياده المغرب؟ بارك الله فيك. ولكن الطرف المحايد اللي ما بيناتهم شكون؟ هي منظمه الامم المتحده. انت كانسان سياسي، انت تمشي مع المرجعيه تاعك. نحكيو على الدول، كيفاش الولايات المتحده الامريكيه تعترف بمغربيه الصحراء وحنا اللي جيراننا شكون اللي اعترف بها؟ ما نعترفوش بمغربيتهم. شكون اللي اعترف بها؟ الولايات المتحده اعترفت بها وقتها. تحكي لي على التغريده تاع ترامب في تويتر. والسفيره الامريكيه منذ اسابيع واش قالت خويا؟ معليش صح اخي الكريم. الخريطه المغربيه انت اللي حط روحك، انتم ساعات تحطوا روحكم مع هذوك المهابيل تاع تيك توك ولا كي تحكي ادعاء هنا، كي تعطي اي ادعاء لازمك تكمل ولا تسحب الكلام. ما كان حتى مش هل لك تشك بان الولايات المتحده الامريكيه معترفه بمغربيه الصحراء؟ اجبد لي درك الخريطه المنشوره في السفاره تاع الولايات المتحده الامريكيه في المغرب فيها الصحراء الغربيه. نجبد لك التصريح تاع الولايات المتحده الامريكيه شخصيا متمثله في السفيره الامريكيه وين؟ في الجزائر. السفير الامريكي في الجزائر. واش قالت؟ تفضل كمل. واش قالت؟ على بالك واش قالت ولا لا؟ تفضل. كيفاش نتوما انا ما فهمكمش؟ نتوما ما عندكمش المعلومات وتشك. ما عندناش المعلومات. راك ماكش مع المهابيل تاع تيك توك.
لا ماشي مشكل. كي نحكيو على مهنه تمد معلومه لازمك تجيب الحجه، راك ما تقدرش تشكك. دوكا راني نحكي الساعه في الجانب الشكلي النظري ومن بعد نروح لك واش قالت السفيره. قبل ما دير اي ادعاء لازم تكون عندك الحجه، ماشي دير ادعاء بالجهل. السفيره الامريكيه في الجزائر قالت بانه مغربيه الصحراء حقيقه تاريخية، وأن الإدارة الأمريكية في عهد بايدن لم تتراجع يوما على اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء، لأنه صدر وقتها أصلا مرسوم، راهو ماهوش تغريدة كما راك تقول، وراهو مرسوم تقدر تطلع عليه. الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى سينيفيي عبرت على القرار تاعها للأمم المتحدة بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بمغرب. وكلام السفيرة الأمريكية راهو ما كانش عنده عام، راهو عنده أسابيع في شهر جويلية وتكلمنا عليه هنا في المنصة. دونك كيفاش دوكا انت تفهمني كيفاش ولا فرنسا أيضا تعترف بمغربية الصحراء وحنا الجزائريين انت اللي تقول المغاربة خوا حب تنحي لهم نص بلادهم؟ أروح فهمني في القضية هذه. في والله ما تيحشموش المنافقين ومفاهمين توزاو وكياخذوا جميع الوقائع ويأولوها التفسيرات اللي باغيين هما واللي باغي يقتنعوا بها هما. اما الحقيقه والواقع بعيد عليهم. الجزائر الحمد لله ما عندناش مشاكل يا اخو، كلش كاين في الجزائر. عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا الذهب، عندنا الفوسفات، اكبر دوله في افريقيا. ما عندنا الفقر، ما عندنا والو في الجزائر. عندنا الفساد ما كاش، عندك الفقر ما يا اخو. كاين الجنه بالجزائر حق ربي. مروكو ما المشكل. مروك كاين ناس تنوض مروك ملي تنوضوا هي مروك فيهم، مروك داروا، مروك جاوا، مروك راحوا، كل ملي تنوضوا هي مروك. دابا كاين ناس لاقيت بهم قسما بالله غير يعرفوا على المروك كلش. يعرف لاباي في المروك، يعرف لاسيرونس في المروك، يعرف الدرهم شحال يدير، يعرف يا ربك ملي تهضر معاه ويعرف مليح المروك. الجزائري مختص في الامور المروكيه. كي تقول له كان ديك مقبله شو كاين واحد السيد باكا ما مشي يشوفو، جا واحد السيد مقبله قال لي نتناقشوا في الدعاره في المغرب. قلت له خلاص هاي نتناقشوا الدعاره في تونس وبعد نهضروا على المغرب، خاطش حنا ما عندناش، حنا الحمد لله. قلت له نهضروا على تونس اللي عندهم دعاره ومن بعد نهضروا على المغرب ماشي مشكل. قلت تونس عندهم لوطوريزاسيون، كانوا عندهم لي بوردال في تونس عندهم لوطوريزاسيون مع عند الدوله. ها دوكا تيقول شنو هو لا ما يحبش يهضر على تونس، لازم يهضر على المغرب. هو تلقاه مختص في الامور المغربيه، الملك وسمو الاخر هذاك وسمو التاريخ المغربي، المغرب وقتاش جا والمغرب وقتاش راحوا وشكون شد المغرب. شايف هادو هما مختصين في الامور المغربيه. راك فاهم كاين ناس وحده بايره، واحد عنده عجز جنسي، راك فاهم، واحد مسكين خالص عليها، واحد طلاب، واحد فقير. هادو هما تلقاه واش داير لايف مغرب مروك. وكاين عباد يطلعوا يديروا هكذا. انا تربيت في الجي خاوتي المغاربه باش تفهموا، حنا في الجي نقولوا مروك نورمال، وما لا زعما يجي المروك ويعوج فمو المروك. هذا هو اختصاص مروك. والله الصحراء مغربيه، الصحراء غربيه كاين عباد لاقيت بهم صحراء غربيه تقول هذيك الصحراء غربيه تقول تاعو، تقول كي حد تولي غربيه زعما يولي يسال فيها، تقول زعما كي الصحراء غربيه زعما شغل يولي يسال فيها، يعطوا له مرسو طراب في الصحراء هذه ويولي هو عايش في الصحراء الغربيه هذه. جاي لا حول ولا قوه الا بالله. هذه حياه بوصبع البرد على السكع. هذه هي نتيجه تربيه النظام العسكري الجزائري المجرم. هادشي اللي حشاو لهم في ريوسهم، بغاو يلاهيوهم هما داروا لهم فين يتلاهوا. الله أنا بتعجب المغرب تحمل هذا الوضع وهذا الأمر 50 سنة ازاي؟ يعني مش ممكن المملكة المغربية تتحمل. ده جيرة منيلة ب60 نيلة. فوجئت بفيديو بيتكلم عن ان هم اللي بنوا مدينة القاهرة وهم اللي بنوا الجامع الأزهر. حاجة مش ممكن، يعني مش ممكن. المجانين دول يعني ما بيتكسفوش، والله ما بيتكسفوش. يقولوا ان الدولة الفاطمية اتأسست أصلا في الجزائر. الجزائر لها تأثير كبير في تاريخ مصر القديم والحديث. الحمد لله على السلامة، نورتوا مصر وعلموا المصريين علوم الدين والسياسة والاجتماع وغيره. علمونا كل حاجة. احنا كنا بقر وهم اللي جم علمونا، واحنا تقريبا لما ندور على نفسنا هنطلع جزائريين في الآخر. مش ممكن يا جماعة اللي احنا بنشوفه وبنسمعه ده لا يمكن. وأنا أناشد كل الجهات المعنية في مصر وفي غير مصر، تحركوا
تحركوا لإيقاف هذه المهازل. يعني إيه لما يقولوا إن الجزائريين اللي بنوا القاهرة؟ يعني إيه لما يقولوا إن الجزائريين أصحاب الفضل في تعليم مصر الدين والسياسة وما إلى ذلك؟ يعني إيه؟ من هم الجزائريون حتى يقولوا هذا؟ مش ممكن. فين المسؤولين في مصر؟ من المسؤول عن هذا؟ المسؤول يتحرك، لابد من اتخاذ إجراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما خلاو حتى شي بلاد ما خنشلوها. عندهم تاريخ، بغاو يكتبوا تاريخ على ظهر الدول الكبيرة التاريخية. في الجزائر العاصمة في بلد العدل والقانون، في انتخابات رئاسية رسمية، كانت مهزلة انتخابية استهزاء بالشعب الجزائري. أصلا ليست هناك انتخابات في الجزائر، وإنه رئيس معين، تبون معين وليس منتخب. لازم هذه العقول تفهم. تبون معين من العسكر بأوامر من فرنسا، يحكم فيه رئيسي ماكرون، يحكم فيه رئيسي ماكرون، رئيسي ماكرون. احنا ما عندناش انتخابات. الأخ أسعد، منذ الاستقلال ليس هناك انتخابات نزيهة. والله ما يسعى حتى حاجة شيء نزيه في الجزائر. وأنا خدمت في الانتخابات وكنت مضطرة باش نزور، لخاطرش لو كان ما نزورش في الانتخابات كانوا يقيلوني من العمل. عيطوا لي بالسيف نخدم في الانتخاب. والله العظيم اقسم لك بالله العلي العظيم. ناري الخوت، فضحاتهم. هذه موظفة كانت في أحد مكاتب التصويت ديال الانتخابات الرئاسية في الجزائر، فرشات كل شيء. اني زورت في الانتخابات وكنت في منصب العمل تاعي، كانوا يدوا الخدامين العمال باش يروحوا ينتخبوا. انا كنت مزوره، اجبرونا على تزوير الانتخابات. وكان رئيس القسم ورئيس المركز يعيط له رئيس الدائره ويسقسيه، يقول له شحال عندك البورسنتاج. كي يعطي له العدد يبدا يسبب يعيط له بالرب، يقولوا لازم تطلعها شي، هذا هو الرقم، لازم تضخم في الارقام، لازم تضخم في الارقام. والمراقبين يديروا روحهم ما شافوكش. لا حول ولا قوة إلا بالله. المنكر الخوت، المنكر. الفضائح ديالهم تنشر، الغسيل ديالهم ينشر. نقول لك باغيين يديروا مؤامرات في المغرب. شوفوا المغرب، شوفوا المروك، وشوفوا نتوما ريوسكم، شوفوا بلادكم شنو كتوقع فيها. مرحبا بكم في مكة الجزائر. هاي الكعبة، هاي الكعبة الحقيقية. يا خوت، اللي باغي يحج حجة حقيقية يجي يزور هذا المكان المقدس، الكعبة المكرمة بالكتب السماوية. قالك مازال غتشوفوا المزيد. الكعبة في الجزائر ما في السعودية. يمكن هذه الأيام وهذه الأسابيع بالذات سمعتهم في ناس أو منظمة جديدة جاية أن تقول الكعبة ما هي في مكة ولا في السعودية، أنها في مدينة بكة اللي في الجزائر، وجايبين لك كذا حصن مدري إيشو يطلع على البحر، يعني ما بين بالبحر يمكن 3 كيلو، وجايبين لك دليل اللي هو في القرآن وأحل لكم صيد البحر، إن ماخذين على هذه الآية أن الكعبة قريبة من البحر. خذوها مني قاعدة يا ناس. تدرون في تل أبيب ان هناك في جامعه اسلاميه تخرج ناس يحاولون انهم يغيرون في الاسلام ليل نهار، يجيبون ناس من العرب، من الخليج، من الناس تو داخلين في الاسلام، يجيبون علماء، يجيبون يدفعوا لهم. تدري ايش معنى يدفعوا لهم فلوس؟ يجيبون دليل الخوت، دليل على انهم كيتعاملوا مع دوك الجهات باش يحرفوا الاسلام. هادو كيصنعوا دين جديد ما عنده علاقه بالاسلام. لا حول ولا قوه الا بالله. كيضربوا في الاحاديث النبويه الشريفه، كيضربوا في القران، كيفسروا على هواهم. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع الجزء الثاني من التقويم الحقيقي، وفيه مولد رسول الله محمد عليه السلام. ولكن عندي سؤال. هناك من يقول بأن محمد عليه السلام ولد في سنة 571 ميلادية، هذا صحيح، ولكن وفاته هناك من يقول بأنه توفي في 632. هل أنتم تعرفون الحساب؟
أم تتبعون إلا الأوهام؟ لو قمنا بنقص 571 ناقص 632 نجد 61 سنة. لنبدأ على بركة الله، ولكن من فضلكم اتبعوا وركزوا جيدا يرحمكم الله. بسم الله. لقد أدرت هذا الحساب في الحلقة السابقة وقلت لكم بأنها بقيت لكم 13 سنة. 13 سنة يعني أبواب التوبة تغلق وتبقى الساعة. الساعة علمها عند الله وتأتيكم بغتة. بقات لكم 13 عام إغلاق باب التوبة. يلا هو عالم جزائري بالحساب قطعكم داكشي بالتدقيق. نوابغ الناس نوابغ. المدينة المنورة في الجزائر مدينة رسول الله المنورة، سميت كذلك لكثرة نوارها وزهورها، وهي المشهورة بمدينة الورود. البليدة التي غيرها الاستعمار من المدينة المنورة إلى البليدة. إنها مدينة رسول الله النظيفة والنظيفة قلوب أهلها. إنها مدينة رسول الله التي يكثر فيها ألوان الجنان ورحب المقام والاستقبال الحسن من أهلها الطيبين. إنها مدينة رسول الله التي تنافس العالم أجمع، جنان على جنان، وفيها مدفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء، وفي رحابها وفي حدائقها منتجعات كثيرة لكل الحجاج الذين كانوا يأتون إلى مدينة رسول الله ثم يتجهون إلى بكة التي دمرها الرومان. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إنها المدينة المنورة التي وردت فيها كل الحيوانات التي نطق بها القرآن. إنها المدينة النظيفة بأهلها ومحلاتها وحوانيتها. إنها المدينة المنورة بجبالها، جبال الشريعة الإسلامية التي تضم منطقة خيبر ومنطقة عرفة وخيبر وعرفة. إنها مدينة رسول الله التي يؤمها الناس من كل فج عميق، وهي المدخل الشرقي للبقاع المقدسة، ومنها تنطلق مياه زمزم من قمم جبالها لتشكل واد الشفاء الذي يربط هذه المدينة المنورة برسول الله بالكعبة المشرفة حتى يصل إلى بكة المدمرة التي دمرها الاستعمار قرب مستوطنة تيفازا. إن المدينة المنورة التي مياهها لا تنتهي، مياهها تحمي الحجاج وتشفيهم من كل الأمراض، تذهب بهم من المدينة المنورة هذه إلى الكعبة المشرفة. إنها جبال الشريعة التي تكسوها الثلوج، التي تنبثق منها تلك المياه العذبة الصافية التي تخارج مختلف أنواع النباتات، والتي في الليل هي عبارة عن لوحة ليس كمثلها لوحة في العالم، وفي النهار جنات الأرض كما وصفها القرآن، وهي تسمى جبال الشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يفسرون القرآن على هواهم. فين وصلنا الخوت؟ شوف فين وصلنا. مازال غتشوفوا كثر من هذا الشيء هذا. السلام عليكم. لاباس؟ كيما راكم تشوفوا هادو الدهاليز جايين في العاصمه ديال الجامع الكبير، ساعه شهداء ومن فوقها القصبه تاع الجزائر. شكون اللي بناها الله اعلم. ذلك جو هما قال لك مدينة الأنبياء تحت عاصمة الجزائر، القطوميسات في إطار تنفيذ بنود اتفاقية 1851 لتزوير الدين والحج من الجزائر للسعودية. يلا الخوت، شو هاد الناس هادو فين واصلين؟ شاد الهبال هادو، لا حول ولا قوة إلا بالله.
لك دابا هل تعلم ان شكل الكعبه دائري نصف كره؟ يلا دابا هذه هي الكعبه، هذه هي اللي خصنا نمشيو نطوفوا عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله والله اكبر، سبحان الله والله اكبر، ولا اله الا الله. الناس فين واصلين؟ السلام عليكم. في إطار فتح الحج في مكة والمدينة والجزائر، هذه التحضيرات راهي جارية في منطقة مكة أو بكة قريب من الكعبة المشرفة لاستقبال الحجيج في أحسن الظروف. يعني كاين ناس تخدم في الدولة تخدم بصمت وتحضر الجنة الحقيقية اللي كانت عليها مكة أو بكة في الجزائر، بجانب ما يسمونه عبثا الآثار الرومانية، واللي هي فقط مدينة بكة أو مكة التي أخرجوا أهلها منها، اللي هم مجموع جميع الأشراف الذين أصابهم شتات، منهم اسم المكي، البكي، البكاوي، البكاي، هادو كاع اللي خارجين. كاين كذلك لقب بكة كاع اللي خارجين من بكة ومكة سماهم هذه الأسماء واستقبلوهم في مناطق أخرى لحمايتهم، لقوله تعالى: ولا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وحان الوقت أنهم يعودوا إن شاء الله لإرسال الحج الأكبر في الجزائر، المسمى الحج الأكبر في القرآن الكريم. والسلام عليكم. الحج ديال السعوديه راه حج باطل. اي واحد مشى حج تما راه حجه باطل، ما مقبولش، ضيع فلوسه وضيع وقته وضيع. الحج الحقيقي هو اللي كاين في الجزائر، مكة الحقيقيه في الجزائر، المدينه المنوره في الجزائر. المدينه المنوره هي البليده، ومكة هي تيبازا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاطمه الزهراء رضي الله عنها كاين في البليده المدينه المنوره. جبل عرفه كاين في الجزائر، ماء زمزم في الجزائر، كلشي داكشي اللي كاين في الحديث وفي القرآن راه كاين في الجزائر. الخوت اللي بغى يحج يمشي للجزائر، نصيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هاد الناس هادو فين وصلوا؟ راه تسطية الحماق ديال فاتوا التسطية والحماق اللي كاع. اتقي الله خويا، اذا انت انسان مريض باذن الله ندعو لك ونذكرك في صلاتنا، وباش قدرنا نعاونوك باش ربي سبحانه يرفع عليك هذا الهبل وهذا الطيش، يعني سبحان الله. لان الامر اللي راك دير فيه راهو امر ما يسيئش الى نفسك فقط والى عائلتك، يسيء ايضا الى المجتمع اللي راك عايش فيه، اللي هو المجتمع الجزائري. رانا في وقت اي انسان مهما كانت جنسيته او بلده لما يدير امر وهذا الامر احداث وفيه طيش، يعني سبحان الله، هذا الامر يسقطه العامه على هذا المجتمع. لذلك نقول لك اتقي الله، مش تخرق عليهم وتقول لهم الكعبه وتقول لهم راهي موجوده يعني سبحان الله في قبر الروميه. اتقي الله، اذا ما تعرفش القران وما تعرفش تفسر القران خويا تنحى جانبا. بس القاعده الفقهيه تقول ليس كل متشابه متجانس، يعني حبات شينا مدوره كيف كيما هذه الارض مدوره كيف ماشي كيف. ليس كل متشابه متجانس، هذا قياس شاذ بالنسبه لك. انت لقيت كلمه اللي هي كلمه بكه في خريطه من الخرائط، سقطتها ديريكتومون على ان الكعبه موجوده في الجزائر. هذا سبحان الله يعني هذيان. الله سبحانه عز وجل لما ذكر الكعبه في القران ذكرها باسماء عديده: القبله، بيت العتيق، بيت الحرام، البيت، بكه. يا سبحان الله، العلماء يقولوا انها سميت بكه لكثره التباكي فيها، يعني الناس تجي تعبد الله سبحانه عز وجل وتتباكى فيها تماما. والله سبحانه عز وجل اذكر لما قال في الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بيت الله سبحانه عز وجل والكعبة. أما مكة فذكرت بأسماء عديدة: طيبة، أم القرى، ذكرها الله سبحانه عز وجل بأسماء عديدة، عندها أكثر من 50 اسم، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، هذه الكتب المحرفة ولا حتى في الإسلام. يعني أنت اتقي الله، وش راك تدير أنت راك واقع في ناقضة من نواقض الإسلام، لأن الشيء اللي راك تتكلم به هو هذا إحداث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس له فهو راد. لأنك أنت راك تشكك ولا تكذب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه ناقضة من نواقض الإسلام. نيشان الخوت، هذا الشيء اللي كيبين لكم الحقيقة ديال هاد الناس، مشاو فيها صافي، كيشكلوا دين جديد، والنظام العسكري الجزائري المجرم كيشجع على هذا الشيء، لأنه نظام ما كيأمن بحتى شي دين. الإشكال فين كاين هو أن بوصبع المبرد على الصقع
كيتيق هاد الاكاذيب وهاد الافتراءات بوصبع المردع الصقع باغي يولي بلد ديال الشرفاء باي طريقه ولو بالكذب. قال لك سبحان الله الله اكبر احنا شرفاء بلد الشرفاء، باغي يوليو شرفاء باي طريقه. جابوا الحج لعندهم باش يوليو شرفاء، جابوا القبر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لعندهم باش يوليو شرفاء بزز. وتشي نظرا العقد اللي عندهم وداكشي اللي دارت فيهم فرنسا والعثمانيين. هاد الناس وصلوا لواحد الدرجه ديال الحماق والهبال لا تتصور. لازم نشوفوا لهم شي حل على الاقل باش يتشافوا من هاد الجنون وهاد السطيه هادي اللي وصلوا ليها. على وجه شي بعضين اللي فاهمين شويه وعارفين شنو كاين نقدروا ندخلوا ونطالبوا باش يفتحوا لكم بويا عمر، نربطوكم بالسناسل تما حتى يجيب الله الشفاء. هذا ما كان الخوت. خوتي شفتوا شنو كاين وشنو واقع والحقيقه ديال هاد الناس هادو. هنا كنقول ان الدوله ديالنا عبرات ملي قطعت معهم، لا تناقشهم لا تجادلوهم ما كتفاوضش معاهم، قاطعه معاهم، يهضروا تيعياو وينبحوا تيعياو ما مسوقاش ليهم. هذا هو احسن جواب. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم الخوت. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم وما تنساوش البارطاج ثم البارطاج باش الفيديو يتقترح ويوصل للمغاربه بجميع انحاء العالم والناس تشوف هاد الجيران ديالنا شنو كيديروا وكيف دايرين. لي لايك ديالكم الخوت راه مهمين. اللي تيشوف القناه اول مره اشتركوا في جرس التنبيهات باش توصل دائما بكل جديد. شكرا لكم جميعا الخوت. وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. الله الوطن الملك ولا غالب إلى الله. السلام عليكم.